بالبخار طابع اسمي على كل غطاء الحارة ضايق مزاجي معكر ما معي ولا سيجارة. العصبية فوق المية عدادي ضارب على 2000 داير خلي من هالدنيا مكسور وعلي دين. انت بتعرف انا جيت بدمرك لو عن صوتي سيب. اسمع كل كلامي وهز راسك مع البيت. انا بسكرك لو زيد بكلامي المفيد. مايكروفون in the house so take your seat. انا جيت حتى احكي قصة حب هذه الصبية. وانا جيت حتى اذكر شوارعنا هالمنسية. انا جيت من الاحياء الفقيرة، الاحياء اللي ما حد فيها بيملك ولا ليرة. بيت صغير حلم كبير هيدا حلم اي شاب. لما تفكر بالتغيير رح توقع على وشك طب. لما تفكر انك تعلى لازم تشتغل حرامي ولا تخاف اذا انكشفت راح نوكل لك محامي. هيك الدنيا عم تمشي لانه ما في شي نظامي. جوزت صار عندي بيت بس بمنامي حتى الحلم صار ممنوع. خلي لي راسك مرفوع لا تيأس ابدا لا تيأس ابدا. يعني كلها 5 سنين 7 سنين 10 سنين راح يصير عندك بيت لما يصير عمرك 60. خايفين ساكتين مثل الصنم واقفين. لا تحكي على فلان احسن ما يجي عبوك. هيدا الشي من زمان ع ايام ابي وابوك. حالتي حالة كل شاب مكتوب على ظهره شاب سوري. بس ماني ابن بيك عايش بين الورد الجوري. انا من الشعب الفقير وبيتي بيت مخالف منطقة عشوائية ساكن ايه بلا قرف. حق عليك من البداية انت مالك ابن مسؤول انه تيجي تعلي صوتك. هيدا الشي منه مقبول. ابوك واحد عادي لازم يكون تمك مقفول. ومهما قلت رح تضل تحت الارض على طول. انا اسماعيل كان عمري 10 سنين وانا مقبر بهالشغل. صار عمري 21 وتخلفت عن الجيش. رح اقلك انا قصتي قبل ما تسألني ليش. رح اسألك سؤال يلي قاعد عم تسمعني. قديش صار عمرك وقديش مدى حلمك وقديش في بيجيتك طيب ليش انت ساكت طيب ليش عم بتحشش حتى تضيع من واقعنا الفظيع. السيجارة بتنسى الهم والثانية بتنسى الغم. بس الشيل مو معقول لما يروح المفعول. راح تضطر ترجع عالدنيا مثل اي واحد مشلول. مو قدران وتأمن حالك ما راح يزبط اللي ببالك. لاني مثلك في هالدنيا عشت احترت حلمت بشد طلعت نزلت حنيت جنيت مليت فليت عديت كتير وحلمي كبير وبالاخير هيدا المصير. كل شي انقال بهالغنية بعرف انه كلام كبير. سوريا محتاجتنا لازم يصحى الضمير. انا مو قصدي الدخل بسماع شو في ببالي. خلاصة الكلام تحكي على الشكل التالي. خليني فقير ما عندي بيت وما باكل غير خبز وزيت. وضل عايش هيك شوف جامع جنب كنيسة. بضل عايش هيك وقفت كل حواري الشام. بضل عايش هيك يعني عايش بسلام. بضل عايش هيك تبقى سوريا عنوان وارض العزة والكرامة لكل عربي وكل انسان. انت عربي عبر بحروفك هي الابجدية. نحن ضد العنصرية ضد الطائفية. اوعى تفكر انه لما تخرب راح يتغير شي. غير افكارك وتأكد لازم تعرف هيدا الشي.